السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. حلقتنا النهاردة خاصة بالأرق. إيه الأرق دوت؟ يجي لك واحد الصيدلية يقول لك يا دكتور والله أنا مش عارف أنام خالص، بحاول أنام على السرير مفيش أي نوم خالص جايلي. طيب آخد إيه؟ أقول لك أنا الحل ببساطة النهاردة إن شاء الله. تابعوا معانا لآخر الفيديو عشان تفهم الحل ببساطة. طيب قبل ما أقول الحل عاوز أقول لكم بس مشكلة بتحصل اليومين دول منتشرة كتير جدا، ودواء اسمه النايت كالم. تعالوا كده نشوف النايت كالم. النايت كالم قال معايا هو في منه تركيزين، تركيز 1 مللي جرام وتركيز 3 مللي جرام. الماده الفعاله بتاعته اسمها ايزوبيكلون. طيب الدواء ده فعال جدا في علاج الارق. طيب اولا احنا بناخده امتى؟ بناخده قبل النوم من ساعه لساعتين تقريبا. طيب بيشتغل قد ايه؟ بيشتغل من 8 ل 10 ساعات، بيشتغل فتره طويله جدا، ده كويس. طيب حلو خالص. طيب تعالوا بقى نشوف عيوبه ايه. يبقى ده دواء فعال خالص ولكن له عيوب. ايه هي عيوبه؟ ببساطه شديده بيعمل لي حاجه اسمها ادكشن اللي هي الادمان. طيب بيعمل لي ادمان ازاي؟ انا بستخدم مثلا القرص ده لمده اسبوعين، بستخدم اللي هو تركيز 1 مللي جرام. طيب هبدا يعني قبل الاسبوعين هبدا الاقي ان ال 1 مللي جرام ده ما عادش عامل معايا حاجه، ببدا اروح للتركيز اللي بعده اللي هو تركيز 3 مللي جرام. عندي منه تركيزين، الواحد وال3 مللي جرام. طيب هبدا اروح لمين؟ لل3 مللي جرام. طيب بعد الاسبوعين هيبدا معايا الجسم هيتعود عليه، وبالتالي ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيصبح الدواء ده مش جايب معايا اي مفعول خالص، وبالتالي هترجع المشكله هي هتبقى على اسوأ كمان، ان انا مش هعرف انام الا باستخدام الدواء ده. طيب الدواء ده له عيوب ثانيه برضو. ايه هي؟ طبعا مش هينفع للحوامل ولا هينفع للرضع. طيب في العلاقه الجنسيه بيقول لك ان الدواء النايت كالم ده بيقلل من العلاقه الجنسيه، وبالتالي دي مشكله كبيره جدا لكتير من الناس المتزوجين. طيب بتسبب حاجه تانية، بتعمل لي ايه؟ بتقلل لي او بتساعد على التخسيس، بتسد لي الشهيه معايا، وبالتالي الدواء ده هيساعد على التخسيس لو انت عاوز تخسس. ولكن طبعا الدواء ده انا ما بفضلوش لناس كتير، بقول لهم لا خد بالك من الدواء ده، في نسبه ادمان وفي له اضرار كتير جدا، خد بالك منه. وانصح الناس مره واثنين ما تستخدمش الدواء النايت كالم الا للضروره القصوى. لو هاخد مثلا مره واحده بس خلاص على كده هبطله عشان هيعمل لي ادمان معايا. ده بالنسبه للنايت كالم. طيب لو واحد بقى يسالني يقول لي يا عم يا دكتور اخد ايه؟ انا عاوز انام مش عارف انام، اعمل ايه؟ قدامك حل من اتنين. الحل الاولاني ان حضرتك لو انت عاوز تنام، انا مثلا عاوز اخش في النوم واصحى في النوم، ده هاخد بقى علاج اسمه ايه بقى؟ اسمه الانالارج. الانالارج ده بنستخدمه اصلا في الحساسيه، ولكن من الاثار الجانبيه بتاعته انه بيسبب النعاس. بيسبب مين؟ بيسبب النعاس. طيب الماده الفعاله فيه اسمها كلورفينرامين، يبقى الماده الفعاله في الانالارج الكلورفينرامين تبع الحساسيه. يعني لو واحد عنده مشكله في الجيوب الانفيه او احتقان في الزور او عنده حساسيه لاي دواء او حساسيه مثلا لاي فاكهه الكلام ده، هيفيد او هيساعده بشكل فعال جدا الانالارج. طيب الانالارج ده بستخدمه قبلها امتى؟ استخدمه قبلها بساعه. هينومني؟ هينومني، ولكن مشكلته انه بيعمل لي حاجه اسمها شورت اكتنج ديوريشن، يعني الفتره بتاعته صغيره جدا، بمعنى انه هيشتغل بسرعه وفي نفس الوقت في خلال 4 ساعات التاثير بتاعه هيروح. ده مشكلته. وبالتالي الناس اللي عاوزين يناموا يخش يسحب في النوم هياخد الانالارج وهيسحب في النوم على طول. طيب لو واحد عاوز ينام فتره طويله، مرهق مش عارف ينام خالص، عاوز ينام لفتره طويله، يعمل ايه بقى؟ اقول له بقى معاك الدواء الفعال اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ترايكتين. ده الماده الفعاله فيه اسمه سيبرو هيبتادين، الماده الفعاله بتاعته اسمها سيبرو هيبتادين. طيب الدواء ده برضو بيستخدم في علاج الحساسيه. طيب المميزات بتاعته ايه؟ انه بيقعد فتره طويله، بيقعد فتره تتعدى 12 ساعه، هتلاقي نفسك مدروخ ومطوح يمين وشمال لو انت عاوز تنام فتره طويله. طيب من مميزاته بقى الثانيه والمهمه جدا نستخدمها معايا، كاستخدمه كحاجه فاتح للشهيه معايا، وبالتالي الناس اللي عاوزه تتخن وعاوزه تزيد في الوزن هتستخدم معايا الترايكتين، هتستخدم قرص واحد في اليوم بس لانه بيسبب نعاس. واستخدمه بالليل افضل عشان تاخده وتنام، ويستخدمه قبلها بقد ايه؟ استخدمه قبلها من ساعه ونص لساعتين عشان يعمل معاك تاثير على طول. خلي بالك انه من تاثيراته انه بينوم فتره طويله، احذر من الحته دي انها مهمه جدا معايا. وبالتالي الدواء ده اقدر استخدمه في حاجتين، كحاجه فاتح للشهيه معايا، كمنوم معايا لو انا عاوز انام لفتره طويله. من الادويه الفعاله جدا وملهاش اي اثار جانبيه كبيره زي النايت كالم. وبالتالي معايا دوايين في الخلاصه اللي هو الترايكتين والانالارج، كدوايين يستخدموا للعلاج الحساسيه، يعني لو حد عنده مشكله في الجيوب الانفيه او في الزور هيعالج معايا، وكمان هيسبب لي النعاس. اخر حاجه معانا في الفيديو النهارده، حابب انصح الناس بنصيحه برضو. بما اننا اتكلمنا عن الترايكتين، في ستات كتير بيستخدموا الديكسازون والترايكتين مع بعض. طيب الترايكتين حلو خالص كفاتح للشهيه. طيب بيستخدموا الديكسازون ليه؟ الديكسازون ده عباره عن ديكساميثازون، عباره عن حاجه كورتيزونات معايا.
طيب دي بتعمل لي ايه بقى؟ بتعمل لي ميه تحت الجلد، وبالتالي تلاقي الست اللي بتاخد ديكسازون مع ترايكتين بص تلاقي نفخت كده وملت كده وبقت ايه مربربه بمعنى اصح، ودوت كده بتفتكر انها تخنت كده. ولكن في المقابل الثاني انها تكون ميه عندها تحت الجلد وحصل لها مشاكل على الكليه بشكل كبير خالص، وهي كده بتدمر الكليه بتاعتها وهي مش واخده بالها. وبالتالي بنصح اي حد بيستخدم الترايكتين مع ديكسازون اقول له انت كده بتدمر نفسك، انت كده ما تفكرش نفسك انك بتتخن، بالعكس انت كده بتدمر صحتك وبتدمر نفسك، واللي بتكون ده اصلا ميه تحت الجلد مش دهون زي ما انت متخيل. وبالتالي ديكسازون ده ما ننصحوش انه يستخدم على فترات طويله وخاصه مع الترايكتين. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى تكون حضراتكم استفدتم من الفيديو، اتمنى حضراتكم تدعمونا في الفيديوهات عشان نواصل معاكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. نشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.